بدون سلاح، بدون عنف، بدون كراهية. هذه هي الجملة اللي رونات الشرطة الفرنسية، وهذه هي الجملة اللي كتبها أسطورة اللصوص الفرنسي على الخزنة قبل ما يسرق منا عشرات المليون دولار والذهب والجواهر النفيسة. العصابة اللي قامت بهذه العملية الاسم ديالها جردان المجاري، نسبة للطريقة اللي دخلوا بها لأحد أكبر وأهم البنوك الفرنسية. وبدون إطالة خليونا نتعرفوا على أكبر عملية سطو في القرن، واللي الاسم ديالها عملية جردان المجاري. وبلا ما نطول عليكم، يلا نبداو على بركة الله. في عام 1976 كانوا المواطنين والسياح الأجانب اللي كانوا من الطبقة الغنية كيخبيو الممتلكات ديالهم في أكبر البنوك وأكثرها تحصينا وأغناها في ذاك الوقت، واللي هو السوسيتي جينيرال. باب الخزنة كان الوزن ديالو 20 طن، والحيوط ديال الخزنة مقوية بالإسمنت المسلح. وهاد الإجراءات المشددة كان من الضروري تكون، لأن هاد الخزنة كيتحطوا فيها ملايين الفرنكات الفرنسية، بالإضافة لوجود 4000 صندوق ديال الأمانات. وفي واحد النهار عادي بحال باقي النهورة حاول واحد الموظف في البنك يحل الباب ديال الخزنة، ولكن الباب ما بغاش يتحل. عيا معاه والو ما بغاش، وجا واحد الشخص آخر وحاول معاه حتى هو ما بغاش يتحل. وبقاو الموظفين كيحاولوا مع داك الباب ديال الخزنة باش يحلوه لمدة ديال 5 سوايع. ويتخذ الإدارة ديال البنكة واحد القرار، واللي هو أنهم يديروا واحد الثقبة في الحيط ديال الخزنة باش يدخلوا يشوفوا الباب علاش ما بغاش يتحل، لأن الحيوط ديال الخزنة كيكونوا ضعافين شوية على الباب ديالها. الباب ديالها صعيب بزاف باش يحلوه، وداك الشيء اللي كان حفروا ديك الحفرة في الحيط ديال الخزنة. وهنا كانت المفاجأة، الخزنة خاوية ما فيها والو، والصناديق ديال الأمانات كاملين محلولين، والحاجة الوحيدة اللي لقاو في ديك الخزنة هو الماتيريال ديال دوك الناس اللي دخلوا سرقوها، يعني ديك الآلات ديال الحفر ودوك يعني دوك المعدات ديال الحفير. وهنا الإدارة والموظفين ديال البنك تصدموا، بقاو غير حالين فمهم، وهما يتصلوا على وجه السرعة بالشرطة الفرنسية وجات في الحين. ومن بعد التحريات اللي قامت بها الشرطة في عين المكان اكتشفوا الطريقة باش دخلوا اللصوص لديك الخزنة. والطريقة كانت أنهم حفروا واحد الثقبة في الأرض ديال الخزنة، وديك الحفرة متصلة بواحد النفق الطول ديالو 30 متر، والنهاية ديال هذا النفق كتمشي لشبكة الصرف الصحي ديال المدينة. وهنا بدات أكبر عملية ديال البحث على دوك اللصوص، واللي طلقوا على راسهم الاسم ديال جردان المجاري. في الوقت اللي بدات الشرطه التحريات ديالها لقاو معدات داخل الخزنه، بالاضافه ل 27 اسطوانه ديال الاستيلين اللي استخدموها كوقود لإذابة الحديد والاسمنت اللي كاين في الارضيه ديال الخزنه. وقام البنك هنا بواحد الخطوه منه لايجاد اي معلومه على هاد اللصوص، وهاد الخطوه اللي قام بها هي تقديم مكافاه القيمه ديالها 4 مليون دولار لاي واحد عنده اي معلومه على هاد اللصوص، لان هاد اللصوص سرقوا مبلغ 10 المليون دولار بين الفلوس والمجوهرات. والمشكله الكبيره انهم قلبوا الخزنه كامله وما لقاو حتى شي بصمه لدوك اللصوص. وخلال التحقيقات اكتشف واحد الضابط واحد الاداه ديال الحفر واللي اللون ديالها احمر، وكانت هاد الاداه كتشبه لوحده كيستخدمها واحد المجرم مشهور واللي الاسم ديالو دانييل ميكولوتشي. ولكن هذا ما كانش دليل كافي ضده، وحتى هو نفى اي صله عنده بهاد العمليه. ولكن واخا هكاك تبعات الشرطه هاد الخيط لانه الوحيد اللي قدروا يوصلوا ليه. قدرات الشرطه تلقى من بعد واحد الخيط اخر منين جاهم واحد البلاغ ان ميكولوتشي كان داير واحد الاجتماع مع شي ناس اخرين مشبوهين في واحد الدار في واحد القريه ريفيه قبل 2 ديال الاسابيع من تنفيذ العمليه اللي قاموا بها جردان المجاري. وبالفعل داهمت الشرطه ديك الدار ولقاو ميكولوتشي داير واحد الاجتماع هو وبعض الاصدقاء ديالو. ومن بعد التفتيش الدقيق لديك الدار لقاو واحد المصباح كهربائي مضاد للملح وللماء وعامر بالوحل اللي كيشبه الوحل اللي لقاو في ديك الحفره اللي وسط البنكه. وهنا البوليس اعتقل كاع دوك الناس اللي كانوا في ديك الدار وداوهم يحقوا معاهم على امل يدلي اي واحد من دوك الاشخاص بشي معلومه على ديك السرقه اللي وقعات. من بين الناس اللي شداتهم الشرطه ومن خلال الاعترافات تم اتهام واحد الشخص الاسم ديالو ألبرت ساباجياري. وكان هذا الاتهام غريب لان الشرطه ما شكاتش فيه على الاطلاق، لانه هو واحد المصور عادي يعني بعيد على الشبهات بزاف، بالاضافه لانه واحد الراجل داخل سوق راسو وما عندوش علاقه بالاجرام وعمره تشد في الحبس. المهم تم الاعتقال ديال ألبرت لمده ديال 36 ساعه، ومن خلال التحقيق معاه اصر انه بريء وما عنده حتى شي علاقه بهذه العمليه. ولكن اللي ورط ألبرت في هذه القضيه هو انه كان مخبي اسلحه ومتفجرات في واحد الكوخ ديالو، وهنا زيروه المحققين حتى اعترف بالمسؤوليه ديالو بهذه السرقه. واخا ألبرت ما عندوش سوابق اجراميه جاتو الفكره ديال هذه السرقه قبل عام
عامين من عاود ليه واحد الجار ديالو اللي كان خدام في البنكة ان الخزنة ما فيهاش جهاز انذار، وبالفعل مشى البرت للبنك وقام فتح حساب امانات كاي شخص عادي، ودخل الغرفة اللي فيها صناديق الامانات وصور الخزنة من الداخل، وشاف انه لا اتخذ القرار باش يسرق ديك الخزنة ويحل الباب ديالها غتكون القضية صعيبة بزاف وخصها بزاف ديال الوقت. وهنا جات واحد الفكرة عبقرية واللي ساعدوا في هذه الخطة بشكل كبير، ان المدينة اللي فيها البنكة فيها واحد الشبكة ديال المجاري كبيرة بزاف، والبرت قدر يلقى واحد الفرع ديال هذه الشبكة اللي دايز تحت البنكة. وهنا رسم البرت واحد الخطة عبقرية واللي كتعتمد على حفر واحد النفق الطول ديالو 30 متر واللي كيكون دايز تحت البنكة، واللي كيكون كيدي نيشان لديك الخزنة اللي باغيين يسرقوها. واللي كان ناقصو هو الماتيريال باش يبداو العمال اللي يعاونوه. باش يجيب العمال والماتيريال كانت الوجهة ديالو مدينة مارسيا اللي كانت مركز لاشهر العصابات الاجرامية في ذاك الوقت. وهنا قام البرت بالاجتماع برؤساء ديال العصابات وطرح عليهم الخطة ديالو. حنا هنا كنهضروا على بنك سوسيتي جينيرال اللي كيحلم اي رئيس عصابات في ذاك الوقت يسرقوا، الشيء اللي خلى رؤساء العصابات اللي طرح عليهم البرت الخطة ديالهم يسيل اللعاب ديالهم على هذه العملية، ولاو كاملين باغيين يتشاركوا معاه ويعاونوه حتى يقوم بسرقة ذاك البنك. وبالفعل وافقوا رجال العصابات على هذه الخطة وعطاوه العمال اللي يعاونوه وعطاوه الماتيريال اللي خاصه. وضمن هاد الناس اللي كانوا يعاونوه في هذه السرقة كانوا مهندسين وكهربائيين محترفين لدرجة كبيرة، الشيء اللي غادي يخلي هذه العملية تدوز بسلاسة وتكون ناجحة 100%. واخا النفق غادي يكون سيء التهوية وشديد الحرارة، قدروا هاد الرجال من بعد العمل الجاد تنفيذ المهمة ديالهم من بعد 9 ديال الأسابيع اللي دازت كاملة في العمل الشاق والحفر المضني. أول مهمة قاموا بها الجردان المجاري هي لحم الباب الأساسي للخزنة، يعني سدوا الباب ديال الخزنة من الداخل باش تا ولا عاقوا بهم وتم كشف الأمر ديالهم يلقاو الوقت باش يهربوا. ومن بعد بداو كيحلوا الصناديق ديال الأمانات ولقاو مبالغ ضخمة وجواهر وسبائك ديال الذهب والفضة، بالإضافة للتأمينات الحكومية والأسهم في الشركات وشيكات مصرفية. قبل 4 سوايع من موعد فتح المصرف كانوا جردان المجاري سالاو المهمة ديالهم ومشاو في حالهم. البرت خلال التحقيق معاه قال الشرطة أنا نعاود لكم على كل شيء، ولكن توعدوني انكم ما تحكموش عليه بشي عقوبه كبيره. وبالفعل الشرطه وعدته انهم ما غاديش يحكموا عليه باكثر من عامين الا تعاون معاهم واعترف على اللي كانوا معاه، بالاضافه لانه يقول لهم الفلوس فين كاينين. وبالفعل البرت اعترف لهم بتفاصيل الخطه كامله والناس اللي كانوا معاه وكيفاش داروا لداك الشيء كامل، واللي زاد قوه الثقه ديال الشرطه فيه وخلاهم يحنوا عليه ان العمليه اللي قام بها ما كان فيها لا عنف ولا دم ولا رهائن ولا حتى شي حاجه، يعني العمليه دازت نظيفه لدرجه كبيره. ولكن البرت حتى ديك العامين ما كانش باغي يدوزها في الحبس، داكشي علاش منين كان في المحكمه واقف قدام القاضي وكان كيشرح ليه كيفاش دخلوا البنكه وكيعاود ليه على الطريقه اللي اقتحموا بها البنكه وكيفاش حفروا داك النفق وكل شيء. وفي واحد اللحظه البرت منين كان داخل المحكمه بان ليه واحد الشرجم محلول، هو يمشي في لمح البصر وينقز منه طاح فوق واحد السياره، ومن بعد مشى هز واحد الدراجه هوائيه ومشى ركب عليها واختفى في لمح البصر، وخلى القاضي والشرطه والناس اللي داخل القاعه كل شي حل فمو ما متيقش داكشي اللي وقع، لان هادشي اللي دار البرت عمرو داروا شي واحد وما كانوش كيتوقعوا ان شي واحد غادي يديرو. ومن بعد الشرطه قدرات ترد الفلوس اللي داوهم دوك الناس اللي كانوا معاه واللي سلمهم هو بيديه للشرطه من خلال ارشاد عليهم للشرطه، ولكن ما قدروش يرجعوا الفلوس اللي دا البرت وعيوم يقلبوا عليه وما لقاوهش. يقال الله اعلم ان البرت من هرب المحكمه مشى للارجنتين وعاش حر مع راسه، وبعض الاشاعات الاخرى كتقول انه توفى في الارجنتين من بعد الاصابه ديالو بالسرطان. وحتى لهنا كتكون تسالت القصه ديالنا، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تحرموناش بواحد اللايك واشتركوا في القناه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى اللقاء.